بما ان الفترة دي في ناس كتيرة بتعاني من أعراض البرد، فالناس دايما بتحتار ايه دواء البرد الأنسب لحالتهم. في الحلقة دي هنعرف الفرق بين ترايميد فلو والباور كابس والكولد فري، ودول يعتبروا من أشهر أدوية البرد الموجودين في الصيدلية. وهنعرف مميزات وعيوب كل نوع فيهم. وفي آخر الحلقة هعرفك مين أفضل نوع تقدر تستخدمه لعلاج حالات البرد والإنفلونزا. مستني ايه؟ يلا بينا نبدأ. هنبدأ الأول بالباور كابس، وده بيحتوي على مادتين بس، السودوفيدرين، ودي واحدة من المواد المزيلة للاحتقان واللي بتستخدم للتخفيف من انسداد الأنف واحتقان الأنف الناتج عن انتفاخ الأوعية الدموية اللي موجودة في الجيوب الأنفية. تاني حاجة وهي مادة الإيبوبروفين، ودي مادة من المواد المضادة للالتهاب والمسكنة لآلام الجسم. طيب يا دكتور، إيه هي دواعي استعمال الباور كابس؟ بنستخدمه طبعا لتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، كمان بنستخدمه لتسكين الألم وتخفيف من آلام الجسم، كمان بنوصفه في حالات الصداع، وبرضه بيستخدم كخافض للحرارة، وكمان بنستخدمه لعلاج انسداد الأنف واحتقان الجيوب الأنفية. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية بتاعته؟ أو إيه هي أضراره؟ طبعا ممكن يسبب بعض الأعراض الجانبية زي اضطرابات في الجهاز الهضمي، زي الغثيان، انتفاخ، نجازات، فقدان الشهية، وهكذا. كمان عدم انتظام ضربات القلب. كمان ممكن يسبب ظهور طفح جلدي وحكة، ولكن ده في حالة وجود حساسية منه. كمان ممكن يسبب الشعور بالقلق والعصبية والدوخة، وفي بعض الحالات ممكن يسبب مشاكل في النوم، وبرضه ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم مع وجود طنين في الأذن. خلينا بقى نعرف إيه هي موانع استعماله أو مين الناس اللي ما ينفعش تاخد الباور كابس. طبعا ممنوع استعماله للأطفال أقل من 12 سنة، وبرضه لا يستخدم في حالة وجود حساسية منه، وكمان ممنوع للناس اللي بتعاني من تقرحات معوية نشطة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وبرضه لا ينصح باستخدامه أثناء فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وكمان ممنوع لمرضى القلب. طيب يا دكتور، لو أنا هاخد الباور كابس أستعمله إزاي؟ الجرعة بتكون من كبسولة لكبسولتين 3 مرات يوميا بعد الأكل. طيب يا دكتور، هل الباور كابس ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أيوة طبعا، زي البروفين كولد، الدولو دي، والفاركس. نروح بقى للصنف التاني وهو الكولد فري. والكولد فري فيه 3 مواد فعالين، وهم الباراستامول، وده مسكن للألم وخافض للحرارة ويعتبر خفيف على المعدة. تاني حاجة الكلورفينرامين، ودي مادة مضادة للهستامين بتخفف من أعراض الحساسية زي الرشح، سيلان الأنف، والعطس ودموع العين، ولكن خد بالك ده من الجيل الأول من مضادات الهستامين. آخر مادة وهي السودوفيدرين، ودي مادة مزيلة للاحتقان بتعمل على تضييق الأوعية الدموية الصغيرة، وده طبعا بيوفر الراحة من الاحتقان وانسداد الأنف. طيب إيه هي دواعي استعمال الكولد فري؟ أو بنوصفه لمين؟ طبعا بيستخدم لتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، زي إنه بيخفف من ألم الجسم، بيخفف من آلام الصداع، بيهدي من أعراض الرشح والحساسية، وبرضه بيستخدم كخافض للحرارة، وبنستخدمه لعلاج احتقان الجيوب الأنفية، وبرضه بيخفف من أعراض حساسية الأنف الموسمية. طيب يا دكتور، إيه هي الأعراض الجانبية للكولد فري؟ أو إيه هي أضراره؟ طبعا ممكن يسبب الشعور بالغثيان، وده لو أنت أخدته على معدة فاضية. كمان ممكن يسبب الشعور بالنعاس، وده لأنه بيحتوي على مضاد هستامين من الجيل الأول. وبعض الحالات اشتكت من الصداع أو الدوار، وبرضه ممكن يسبب عصبية وقلق. ولكن خد بالك، لو لاحظت ظهور أعراض الحساسية من الدواء زي الطفح الجلدي وتقرحات في الفم ومشاكل في التنفس واضطرابات في الرؤية وسرعة في ضربات القلب أو عدم انتظامها، فوقتها لازم توقف الدواء وتبلغ الطبيب المعالج فورا. الآثار الجانبية دي مش من الشائع إنها تحصل، ولكن لو حصلت لازم تتوجه لأقرب مستشفى ليك. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال الكولد فري؟ طبعا ممنوع في حالة الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية تجاه أي مكون من مكونات الدواء. كمان ممنوع في حالات ارتفاع ضغط الدم، وبرضه في أمراض القلب والأوعية الدموية، وبرضه لا يفضل وصفه في حالات قرحة المعدة، وبرضه ممنوع في حالات الحمل والرضاعة، وبرضه ممنوع للأطفال أقل من 12 سنة. في بقى بعض الناس مسموح ليهم استعماله، ولكن يستعملوه بحذر، زي حالات الصرع، تضخم البروستاتا، التباس البول، ارتفاع ضغط العين أو المية الزرقاء، أو في حالات أمراض الكبد أو أمراض الكلى الحادة. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الكولد فري أو نستعمله إزاي؟ الجرعة المعتادة للكبار فوق سن 12 سنة بتكون من قرص إلى قرصين من 3 ل 4 مرات في اليوم، بشرط إن الجرعة ما تزيدش عن 8 أقراص خلال 24 ساعة. وطبعا لا ينصح باستعمال الدواء لنزلات البرد والإنفلونزا لمدة أكتر من 10 أيام. طب في حد هيسأل، هل الكولد فري ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أيوه طبعا. زي مين؟ زي ال 1 2 3، الستال كولد أند فلو، كولد ستوب إن، الكونجستال، الفلوستات، والنوفلو، والرينو كالم. وكل دول يعتبروا بدايل للكولد فري، ويمشي عليهم نفس الكلام اللي فات. نروح بقى للترايميد فلو. الترايميد فلو برضه بيحتوي على 3 مواد فعالين،
وهم اللوراتيدين، وده مضاد هيستامين من الجيل الثاني، وبالتالي هو بيهدي من أعراض العطس والحكة وإدماء العين وسيلان الأنف. السودوفيدرين، ودي مادة مزيلة للاحتقان، بتعمل على تضييق الأوعية الدموية الصغيرة، وده طبعا بيوفر الراحة من الاحتقان وانسداد الأنف. الباراسيتامول، وده مسكن فعال وسريع المفعول وخافض للحرارة، وبيساعد على تخفيف الآلام الخفيفة والمتوسطة. طب يا دكتور، إيه دواعي استعمال الترايمد فلو أو نوصفه لمين؟ الترايمد فلو بيستخدم لعلاج الجيوب الأنفية، وده يعني بيساعد على إزالة احتقان الأنف وتسهيل مرور الهواء والإفرازات خلال الممرات الأنفية. كمان الترايمد فلو بيستخدم لحساسية الأنف الموسمية، وده لأن مكوناته بتساعد في تخفيف أعراض الحساسية زي احتقان الأنف، الرشح، العطس والحكة. كمان الترايمد فلو بنستخدمه للبرد والإنفلونزا، والترايمد فلو بيساعد في تخفيف أعراض البرد زي التهاب الحلق، سيلان الأنف، الصداع، واحتقان الأنف والحمى. كمان الترايمد فلو بنوصفه لحالات ارتفاع درجة الحرارة، وده لأنه بيحتوي على البارستامول واللي ليه تأثير خافض للحرارة وبالتالي بيساعد في علاج الحمى. كمان الترايمد فلو بنوصفه للصداع وتخفيف آلام الجسم، وده لأنه بيحتوي طبعا على البارستامول واللي بيخفف من آلام الصداع. طيب يا دكتور، إيه الآثار الجانبية للترايمد فلو أو إيه هي أضراره؟ الترايمد فلو طبعا ممكن يسبب بعض الآثار الجانبية عند بعض الأشخاص، زي إنه ممكن يسبب الأرق عند بعض الناس، وعلى النقيض بقى تلاقي ناس حصل لها شعور بالنعاس ولكن دول قليلين. كمان ممكن يسبب جفاف في الفم، عصبية أو إرهاق، عسر في الهضم، شعور بالغثيان، وفقدان الشهية والعطش، وبعض الحالات ممكن يحصل لها صداع منه. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال أقراص الترايمد فلو؟ طبعا الناس اللي عندهم حساسية تجاه أي مكون من مكوناته ما ينفعش يستخدموه، وبرضه في حالة الأشخاص اللي بيعانوا من الجلوكوما أو المية الزرقاء، أو في حالات احتباس البول. كمان في حالة الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو مرض الشريان التاجي الحاد. كمان الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مثبطة للجهاز العصبي زي المنومات، المهدئات، أو بعض مضادات الاكتئاب. كمان ممنوع في حالات الحمل والرضاعة، وبرضه ممنوع استعماله للأطفال أقل من 12 سنة. وخد بالك إن بعض المرضى يستخدموا الترايمد فلو بحذر، زي حالات ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط العين، فرط نشاط الغدة الدرقية، والكسور الكلوي، وتضخم البروستاتا. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الترايمد فلو للكبار؟ الترايمد فلو بنستخدمه قرص مرتين يوميا بعد الأكل. طيب يا دكتور، هل في بدايل بنفس المواد الفعالة للترايمد فلو؟ أيوه طبعا، زي الأتشي أراس، وده يعتبر البديل الوحيد ليه. وعشان نقارن بين الثلاث أصناف، فمن حيث التسبب بالنعاس فالباور كابس والترايمد فلو ما بيسببوش النعاس في معظم الحالات، وبالتالي تقدر تستخدمهم خلال اليوم. أما الكولد فري فده بيسبب النعاس في كل الحالات، وبالتالي مش هقدر استخدمه لو عايز اشتغل او عايز اذاكر. ومن حيث الجرعه فالترايمد فلو هيكون الافضل لانه بيستخدم مرتين بس، وبالتالي الجرعه هتكون اسهل. انما الباور كابس والكولد فري هيستخدموا من 3 ل 4 مرات في اليوم. اما من حيث الفعاليه فطبعا الترايمد فلو والكولد فري هيكونوا افضل في حالات البرد، على عكس الباور كابس اللي هيكون مركز اكتر على حالات قليله زي تخفيف حالات احتقان الانف والجيوب الانفيه بس. وعشان نرتب الثلاث أصناف من الأفضل للأقل أفضلية، فالترايمد فلو هو أفضلهم، يجي بعده الكولد فري، وفي النهاية يجي بعدهم الباور كابس. وبكده خلصت الحكاية بين أشهر ثلاث أدوية لعلاج حالات البرد والإنفلونزا، وعرفنا أهم الفروقات اللي بينهم وإيه هي مميزات وعيوب كل نوع. ولو عندكم أي سؤال تاني اكتبوهولي في التعليقات وهجاوب عليه بالتفصيل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، ونشوفكم في فيديو جديد. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.